الموضع 23 في سورة السجدة الآية رقم 2 في قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. جاء بعدها: أم يقولون افتراه بل هو الحق. الموضع 24 في سورة الصافات في الآية رقم 87 في قول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين. جاء بعدها: فنظر نظرة في النجوم. الموضع 25 في آخر سورة الصافات في الآية رقم 182 في قول الله عز وجل: والحمد لله رب العالمين. جاء بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم صاد. الموضع 26 في آخر سورة الزمر في الآية رقم 75 في قول الله عز وجل: وقيل الحمد لله رب العالمين. جاء بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. الموضع 27 في سورة غافر في الآية رقم 65 في قول الله عز وجل: مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. جاء بعدها: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الموضع 28 في سورة غافر في الآية رقم 66 في قول الله عز وجل: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. جاء بعدها: هو الذي خلقكم من تراب. الموضع 29 في سورة الزخرف في الآية رقم 46 في قول الله عز وجل: فقال إني رسول رب العالمين. جاء بعدها: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. الموضع 30 في سورة الجاثية في الآية رقم 36 في قول الله عز وجل: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. جاء بعدها: وله الكبرياء في السماوات والأرض. الموضع 31 في سورة الواقعة في الآية رقم 80 في قول الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين. جاء بعدها: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الموضع 32 في سورة الحاقة في الآية رقم 43 في قول الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين. جاء بعدها: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الموضع 33 في سورة المطففين في الآية رقم 6 في قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. جاء بعدها: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أيها الأحباب، ومع القسم الثاني وهو ما كانت كلمة رب فيه مفتوحة الباء، يعني رب العالمين. وجاء هذا في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل. الموضع الأول منها في سورة المائدة في الآية رقم 28 في قول الله عز وجل:
إني أخاف الله رب العالمين. جاء بعدها إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. الموضع الثاني في سورة الشعراء في الآية رقم 77 في قول الله عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. جاء بعدها الذي خلقني فهو يهدين. الموضع الثالث في سورة الحشر في الآية رقم 16 في قول الله عز وجل قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. جاء بعدها فكان عاقبتهما أنهما في النار. وأما القسم الثالث فهو ما كانت فيه كلمة رب مضمومة الباء، هكذا رب العالمين. وجاء هذا في 6 مواضع من كتاب الله عز وجل. أولها في سورة الأعراف في الآية رقم 54 في قول الله عز وجل تبارك الله رب العالمين. جاء بعدها ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وأما الموضع الثاني جاء في سورة الشعراء في الآية رقم 23 في قول الله عز وجل قال فرعون وما رب العالمين. جاء بعدها قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الموضع الثالث في سورة القصص في الآية رقم 30 في قول الله عز وجل أنا الله رب العالمين. جاء بعدها وأن ألق عصاك. الموضع الرابع في سورة غافر في الآية رقم 64 في قول الله عز وجل فتبارك الله رب العالمين. جاء بعدها هو الحي لا إله إلا هو. الموضع الخامس في سورة فصلت في قول الله عز وجل في الآية رقم 9 ذلك رب العالمين. جاء بعدها وجعل فيها رواسي من فوقها. الموضع السادس جاء في سورة التكوير في آخرها في الآية رقم 29 في قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جاء بعدها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت. أيها الإخوة الأحباب، وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة 42 آية تشابهت في نهايتها بلفظة رب العالمين، ولقد قسمت إلى 3 أقسام. قسم منها بكسر باء رب هكذا رب العالمين، وهن 33 آية. وقسم آخر بضم باء رب هكذا رب العالمين، وهن 6 آيات. وقسم ثالث بفتح باء رب هكذا رب العالمين، وهن 3 آيات. أيها الإخوة الأحباب،
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.